سعدية، هو انت مش في اجازة اسبوع يا سعدية؟ انت رجعتي امتى؟ وكنت واقفة على باب البدروم بتعملي ايه؟ اعمل ايه بقى يا ست هان؟ اتعذرت في قرشين، قلت اجي اخد سلفة من اشرف بيه، وقلت يعني قبل ما اطلع الفيلة اخد كام عود ريحان من الجنينة احطهم في الفازة عشان يخلوا ريحة المكان حلوة. طب يا سعدية، لما البي يصحى تبي تقولي له ان انا رحت عند ماما، ها؟ طب انا هصحي القصة سعد السواق عشان يوصل حضرتك. لا 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 لا، مش لازم يا سعدية، انا همشي لغاية الشارع الرئيسي وهشاور لاي تاكسي يوصلني. بقى دي معقولة يا ست هانم؟ دلوقت لسه بدري، هي الست كبيرة بعافية ولا حاجة؟ ايوه مظبوط. ماما تعبانة شوية. اشوف وشك بخير يا سعدية، ها؟ مع السلامة يا ست هانم. ايوه هنا يا اسطى، قدام العمارة اللي جاية على يمينك دي. صباح الخير يا عم عبده. صباح الخير يا ست امال. ايه ده؟ حاسبه يا ست امال، حاسبه يا ست امال، الحقونا يا خالد، الحقونا، حد يطلب الاسعاف، الست امال بتتضرب بالرصاص، استر يا رب. اوصاف العربيه اللي انضرب منها الرصاص على المجني عليها واوصاف اللي كانوا راكبين العربيه لونها ابيض يا سعاده البيه، ومفيش حد لحق ياخد نمرتها لان العربيه جريت بسرعه، وما اعرفش ماركه العربيه عشان انا ما افهمش في انواع العربيات، واللي في العربيه هو اللي كان بيسوقها وهو اللي بيضرب برصاص. طيب تقدر تقول لي اوصاف الشخص ده؟ ما افتكرش يا سعاده البيه، الموضوع ما خدش اكتر من ثواني وهرب بسرعه بالعربيه وانا اتلخمت في الست امال. الموضوع ده كان الساعه كام تحديدا؟ كان حوالي الساعه 8 الا ربع الصبح يا سعاده البيه. شكرا يا عم عبده. ايوه يا سعاده البيه، زي ما قلت لسيادتك، اكيد اللي ورا الموضوع ده اشرف جوز بنتي. وليه بقى اشرف بالذات؟ هو كان في بينهم خلافات تدفعه انه يفكر في التخلص منها؟ ايوه يا بيه، لانه شخص غامض، دايما امان كانت تطلب منه انه يقول لها هو بيشتغل ايه بالظبط. وانت شايفه ان السبب ده كفايه عشان تتهميه بالتهمه دي؟ لا يا سعاده البيه، لا، في دليل تاني مهم. بنتي امال يا سعاده البيه اتصلت بيا النهارده الصبح من تليفونها المحمول. كويس. قالت لي انها في طريقها لبيتي عشان قدرت تكتشف حاجه مهمه قوي. تاكد ان شكها في اشرف كان في محله، يبقى اكيد هو فكر يخلص منها لما عرفت سره. وايه السر اللي اكتشفته امال؟ هي قالت لي في التليفون لما اجي هقول لك على كل حاجه. لكن للاسف ضربوها المجرمين بالرصاص قبل ما تدخل باب العماره. ها يا ترى توصلت لاي معلومات؟ ايوه يا فندم، تبين من اداره المرور ان في نفس توقيت الحادث تقريبا رادار المرور اللي على طريق الكورنيش صور عربيه بيضه تويوتا حديثه على سرعه 180 كيلو متر في الساعه. لكن قبل ما توقفها نقطه المرور اللي بعد الرادار هرب السواق بالعربيه في شارع يمين. وبالكشف عن النمره اللي صورها الرادار اتضح ان مفيش عربيه بالرقم ده اصلا. يبقى ده معناه ان العربيه كانت عليها نمر مصطنعه مزوره يعني. تمام يا سياده الوكيل، لكن في خبر كويس. خير؟ هو وصلت لنا اشاره تليفونيه من المستشفى بتقول: نفيدكم انه يمكن سؤال المجني عليها، حيث تم استخراج رصاصه من كتفها واخرى من ساقها، وحالتها الان تسمح بسؤالها بشرط عدم تعرضها لاي انفعال. كويس جدا، يبقى انا هتنقل فورا للمستشفى لسؤال المجني عليها. الحمد لله على السلامه يا مدام امال. الله يسلمك يا سيادة الوكيل. انا عايزك تحكي لي بتفصيل ايه اللي حصل، بس من غير انفعال. البدروم